السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة لي فترة طويلة ما بسيت بسبب ظروف صحية. والله عم بساوي بشتغل في الجنينة وفتحت إجري، وصل لي أكثر من أسبوع ما بحسن بحرك حالي، بس عم بتفرج أنا يعني وبتابع البثوث بشكل دائم. يعني الحقيقة شيء أحيانا محزن، مبكي، مضحك. يعني اللي فات اللي عم تنبس واحد 4 5 ساعات ليلة إله شخص رمادي يحاول يقنعه بالثورة. أحيانا بيطلع واحد شبيح وبيشتم وبيحكي مشكل وملون وبتردوا عليه، لكن اللي مستهجنه ومستغربه انه في البعض يعني ما معتبر انه السويدة ثورة. شعبنا في السويدة مدينة كاملة انت عم بتحارب لأجل شخص، مدينة كاملة رفعت أعلام الثورة، صاحت بمبادئ الثورة عام 2011، ما تركت شعار إلا ما أطلقته، بما فيهم بشار لك ما بدنا إياك، من أجمل الشعارات يعني اللي شفتها. فيهم الشيخ الهجري، إنسان راقي متفهم، عم بيحكي عن مطالبنا. ما كل الائتلاف من بابه لمحرابه ما هسه نحكي 3 كلمات من اللي حكاهم الشيخ الهجري، وبيطلع البعض بده يزم في بني معروف. الحقيقة أنا معهم قلبا وقالبا، واللي عجبه واللي ما عجبه، وأي إنسان بنضم للثورة اليوم وبكرة وبعد بكرة أهلا وسهلا فيه. هاي الثورة ما يملك لحدا يا جماعة، نرجع منعيد ومنكرر، هاي ثورة لكل الناس، لكل الناس، من ينتمي إلى اليوم وبنتمي إلى بكرة أهلا وسهلا فيه، بغض النظر عن طائفته وعن دينه. وما تحسبوا عم نحكي هذا الشيء، أنا أخو شهيد، أولاد أختي 2 شهداء كمان. نحن ما بعنا الدم، نحن مع محاسبة المجرمين، لكن إذا إنسان مدينة كاملة لك، مدينة كاملة جاي عم تقول لك رفع أعلام الثورة، لسه هذا بيفكر وهذا بيخون وهذا خلينا نطلع بقى من هالقصص المعتة مثل ما بيقولوا، خلينا نحكي الأمور مثل ما هي. الحقيقة السويدة قبلت بلاء حسن يعني، ومطالبة معبية، يعني الشعارات اللي طرحتها هي شعاراتنا، شعارات ثورتنا المجيدة. يعني ايش المطلوب؟ انا والله ما عم بعرف. يعني بسأل حالي انا سؤال، يعني هلا اذا اجى شخص، برجع بعيد السؤال نفسه مرة ثانية، التقيت بشخص اوروبي دخل الاسلام، قال لي انا بدي ادخل الاسلام، بقول له تاخرت 1400 سنه لتدخل، راحت عليك 1400 سنه لدخلت الاسلام. لك يا جماعه خلينا شوي نكون راقين بتفكيرنا، راقين بمعادلاتنا الصعبه، يعني نحاول يعني ثوره من اجمل، يعني نساء واطفالا وشيبا وشبانا ومهددين، وهذا يعني شيء جميل، شيء جميل. مدينه كامله تنضم للثوره السوريه، بالأساس إن طبعا هذا الشيء موجود، بالإضافة عندهم ناس حكماء عم بيقودوا الحراك بشكل رائع، يعني عرفت شلون؟ فرجاء يا شباب، رجاء خفوا شوي، يعني خفوا، خلينا نكون شوي يعني واعين. وشلون بدها تنتصر ثورتنا؟ إذا نحن يعني بدنا نكون عوامل منفرة لكل إنسان بده يجي لعنا وينتمي لهالثورة. يعني خلينا شوي عنا بعد نظر وشوية رقي، ولا حدا يتهمنا بالخيانة والعمالة
من هدول الكليشيات الجاهزة يعني. صح في ناس موجوعة وفي ناس متألمة، والله أنا موجوع، والله أنا موجوع أكثر منكم. يعني أنا بحلم حلم أرجع لمدينتي يعني. طيب إيش بساوي يعني؟ يعني ببيع كل شيء والله في سبيل هذا؟ لا. نسأل الله الثبات والصبر ونوصل الأمور لخواتم الجميلة. يعطيكم العافية.